ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب يا رب يا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معاكم من مطبخ مارجو مخلل كل الناس بتحبه جدا جدا جدا، بالأخص في شهر رمضان بيفتح نفسهم على الأكل. مخلل الزيتون ومعاه الليمون ومعاه الفلفل. هقوله لكم بكل تكاته وحركاته ازاي تعمليه ويطلع حلو ومقرقش لاخر حبايه زيتون، وازاي تعقمي البرطمانات بتاعتك قبل ما تحطيه عشان يقعد معاكم. هقوله لكم بكل تكاته وحركاته من مطبخ مارجو، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي معانا مكونات مخلل الزيتون والفلفل والليمون: 2 كيلو ونص من الزيتون التفاحي، ونص كيلو من الليمون الكبير الحلو، وزي ما تحبي من الفلفل. طبعا جبت الزيتون هنقضه واحدة واحدة، ما خليش فيه ولا واحدة سودا ولا واحدة لونها مش حلو. وبعدين همسك كل زيتونة اشقها شقين، شق على كل جنب، اشقها شقتين زي ما انتوا شايفيني بعمل كده، زيتونة ورا زيتونة ورا زيتونة. هخلص الزيتون كله، كل زيتونة هعمل لها شقة يمين وشقة شمال. شايفيني بشاور لكم ازاي على شقتين. هيطلع معاكي زيتون وليمون وفلفل تحفة، هيقعد معاكي من السنة للسنة، ولا واحدة هتترى ولا هيريب. بس تتبعي خطواتي خطوة بخطوة، حتى لو كنتي مبتدئة هيطلع معاكي حلو جدا جدا جدا. بصوا، هخلص كل الزيتون ان انا اشققه على الجنبين، كل واحدة شقة من هنا وشقة من هنا، وبعدين اجيلكم. ما تسيبنيش وتروحي في حتة تانية، هشقق الزيتون واجيلك. طبعا زي ما انتوا شايفيني عمالة واحدة ورا واحدة، بعد ما غسلته غسلة حلوة جدا، وبحطه في طبق نظيف. قرب الزيتون يخلص معايا التشقيق بتاعه. طبعا هقطع بعد كده الليمون شرايح عرضية كده، سلايسات، وبعدين هبتدي الخبطه على الزيتون بتاعي. وهبتدي امسك الفلفل بتاعي، هفتحه فتحة طويلة، وخدي بالك وانتي بتفتحي الفلفل علشان ممكن يحرق ايديكي، فالبسي جلافز، يا اما خليكي دقيقة، ما تخليش الصوص اللي جواه يجي على ايديكي. خلصت تشقيق الزيتون، وقطعت الليمون شرايح وخلطته عليه اهو زي ما انتوا شايفين. شكل الليمون حلو، شكل الشرايح تحفة. هبتدي اشقق الفلفل شقة بالطول والخبطها برضو عليهم. بنقي كل حاجة طازة، بنقيها ما فيهاش ولا حتة معطبة ولا حتة مضروبة عشان ما تبوظليش المخلل بتاعي. شكل الحاجة لازم كله يبقى طازة، ريحته جميلة. حاسبي على ايديكي وانتي بتقطعي الفلفل. دلوقتي انا لخبطت كلهم على بعض، الفلفل مع الزيتون مع الليمون. وهبتدي اعمل المية بتاعة الزيتون اللي هعمل فيها المنقوع، عبارة عن كوباية من الملح الخشن على 7 كوبايات من المية. ادي كوباية من الملح الخشن هحطها على 7 كوبايات من المية. حتى لو احتاجتي بعد كده مية تاني، خليكي عارفة ان كل كوباية من الملح بتاخد 7 كوبايات مية. اي مخلل انا بعمله كده. شايفيني بشاور لكم ازاي؟ كوباية من الملح الخشن على 7 كوبايات من المية بالظبط، لا اكتر ولا اقل. هدوب ده في ده، وابتدي بعد كده هحط معلقتين من السكر، علشان ده المادة الحافظة بتاعتي اللي بتحفظ الزيتون والليمون والفلفل وبتخليه مقرمش لاخر حباية. قلبي حلو، وبعدين ابتدي رصي في البرطمانات. طبعا انا مسكت البرطمانات عقمتها بالخل، وشفتوها في المقدمة. حطيت نقطة خل وخليت البرطمان كله يتموج بيها،
وديكوا شايفيني برص البرطمانات بالزيتون والليمون والفلفل، واحاول على الوش تبقى فيه كام سلايس من الليمون. وهبتدي انزل المية وهخلص كل البرطمانات بتاعتي بالمنظر ده. احتجت مية تاني بملح، هحط تاني 7 كوبايات وكوباية ملح. هحط كام ورقة من اللوري على الوش، وكده ابقى خلصت اول برطمان. ادي شايفين معايا هعد تاني 7 كوبايات من المية، وهحط عليهم كوباية من الملح للبرطمانين اللي فاضلين. يا اما لو عايزة 3 كوبايات ونص هحط نص كوباية من الملح، واقلب حلو وابتدي اعبي البرطمان زي ما وريتكم. دلوقتي البرطمانات فات عليها 15 يوم. بعد 15 يوم هبقى عايزة ارمي او اكب المية اللي طلعت بالمرارة بتاعة الزيتون في الحوض، وابتدي اعمل له مية نظيفة. زي ما انتوا شايفيني معايا توم وملح، ومعايا كرفس، ومعايا البرطمانات اللي انا خللتها بعد 15 يوم. هعمل ايه؟ هجيب كمية من التوم حلوة حوالي 10-12 فص، ونفس الكلام هدقهم بملح. وهديدكوا زي ما انتوا شايفيني بحضر 7 كوبايات من المية وعليهم كوباية من الملح، هقلبهم حلو. بحضر ازاي هغير مية الزيتون، وادي معلقتين من السكر زي ما عملت في اول مرة عشان هو المادة الحافظة بتاعتي. هقلب حلو، ادوبهم في بعض حلو جدا. يلا دوبي يا مارجو عشان يطلع احلى زيتون في الدنيا. ريحته بعد ما قعد 15 يوم في المية تحفة. ريحة الزيتون والليمون تجنن. هبتدي افتحه واكب المية بتاعته كلها في الحوض لان المية دي مرة جدا. وهبتدي احط على الوش كمية من التوم اللي انا دقيتها بشوية ملح، وطبعا معايا عودين كده من الورق اللوري. وهبتدي احط المية بالملح الجديد عليه. طبعا قطعت الكرفس بتاعي، بقطعه حتت صغيرة جدا، واحط برضو حبة على الوش كل برطمان بعد ما اصفيه من المية مع الثوم والملح. وابتدي احط المية الجديدة. واديني خلصت البرطمان الاولاني وبحط البرطمان التاني. هخلصهم كلهم. استنوا معايا عشان تعملوا رمضان احلى زيتون وليمون في الدنيا. اديني بحط على الوش كمية من الثوم اللي مدقوق بالملح، يبقى طعمه تحفة، بيخلي طعم المخلل يجنن. وادي كمية من الكرفس هختم بيها وش البرطمان. وبعدين هروح مكملة المية والملح الجديدة اللي انا عملتهم بعد ما رميت المية المرة. ايدي عمالة تقلب بسرعة بسرعة بسرعة. خلصي يا مارجو المخلل. احلى شيف مارجو دي ولا ايه؟ عايزاكوا بعد ما تعملوا المخلل ده وتدوقوه تكتبولي تعليقات حلوة وتقوليلي انتي تابعتيني منين. اديني اهو بكب المية على المخلل، لازم تمليه لحد قبل الوش بحاجة بسيطة. وبعد كده هتروحي قافلة البرطمان بحوالي 5-6 معالق من الزيت علشان نمنع الهواء انه يخشله نهائي، ما يكونش طبقة بلهفة على الوش. طبعا البرطمان بتاعك لو القفل بتاعه او الغطا محكم هتقفليه حلو، لو الغطا مش محكم هتضطري تحطي كيس نايلون وتروحي قافلاه. انا عندي البرطمان بتاعتي محكمة جدا، فطبعا بقفلهم بالغطا بتاعهم وخلاص. شايفيني باكد على قفل البرطمان ازاي؟ ادي البرطمان التاني. طبعا هحطه في الحوض اغسله حلو جدا واحطه واستنى عليه على الاقل 15 يوم تانيين. عايزه اعرف رايكم في التعليقات، هل الزيتون والليمون طلعوا زي ما انتوا عاوزين ولا لا؟ تسلم ايديك يا شيف مارجو ولا لا؟ شكل الليمون والزيتون في البرطمان يجنن. بحبكم كلكم. استنوني في الاكله الجايه او المخلل الجاي او الحاجه الحلوه الجايه من مطبخ مارجو. باي باي.